بيبدأ الفيلم بتصوير كليب ماسوني للشحات سكوت وهو متأنتج. وبما ان التراك عن الانتاكة وهو نسي يلبس القميص فقرر ان هو يغير الطقم، وبكده يبقى الشحات مبروك اول واحد لبس الكروب توب في مصر. طبعا مع الصنج الفني ده كان لازم قفلة الكليب تبقى خناقة. هايله يا جمالات. بيروحوا بعدها وجمالات واخده بنيه في وشها وعينها مورمه، فبينزل الشحات مبروك يجيب لها علاج من الصيدليه، وهو نازل بيقابل عم عباس جارهم فبيساله احمد اخوه رجع ولا لسه، فبيقول له قاعد فوق بيذاكر. بيرجع مصطفى لجمالات وبيقول لها ما قلتلك بلاش شغل، فبتقول له لا احنا متفقين من قبل الجواز يا حبيبي، انا هشتغل، انا سترونج اندبندنت وومن. هتبقى غيرة ما جوزك يا جمالات يعني طبيعي غير ولا انتوا ايه النظام عندكم؟ بيجي احمد وبيتضايق جدا ان مصطفى بيعالجها، وده لانه محدش قال لكم ان انا في اخر سنه في كليه طب ولا انتوا فاكريني في ابتدائي؟ فمصطفى كده بدون اي سياق قال له تعرف ان انا بحبك قوي يا احمد. ما اخوك يا ريس طبيعي انك تحبه. بنروح لمصطفى وهو قاعد مع كروت تمثيل وبيوجه لهم رساله شديده اللهجه. انا قصدي النهارده انتوا كان شكلكم بيهزر بيمثل، انا عايز خناقات بجد، ده حقيقي. لا وانت ضربك ما شاء الله فنان قمه الواقعيه. بيروح احمد يقابل سناء وبيقول لها انه فاتح مصطفى اخوه في موضوعهم، وبتروح سناء مع اهلها وتحكي لهم عن احمد، فاهلها كده بكل ثقه بيسالوه عن مصطفى مش فاهم ليه. يعني ايه سناء يا بنتي بينفذ معارك الافلام؟ هو ايه اللي محتاجه تشرح في بينفذ معارك الافلام يا حاجه؟ يعني اخوه بتاع خناقات يا حاج. يا سلام على الشرح. بنرجع لمصطفى وهو بيعالج جمالات من اصابه في التصوير، تحسه طالع في الفيلم بيعالجها، بس انا ما بقتش عارف مين الدكتور هو ولا احمد. المهم بيخش عليه واحد ما نعرفوش وبيقول له احمد اخوك نجح وامتياز كمان. فمصطفى بيهنج شويه كده وبيبص يمين وشمال، يعني ما تفهمش بقى مستني الشهاده تخش عليه ولا ايه. احمد بيقابل سناء وبتقول له ان ابوها جاب لهم شغل هما الاثنين، فبيطلع على طول على مصطفى وجمالات يقول لهم عايزين ننزل نجيب الشبكه. هو غالبا كده خاف الراجل يسحب منه الشغلانه. احمد بيروح يتعشى عند نسابه وبينزل يروح، وما تعرفش بقى بيتهم في التراب ولا ده طريق مختصر. المهم بتعدي واحده من جنبه وراها ناس بتطاردها بيخطفوها وبيجري احمد وراهم، وسبحان الله خطفنا في نفس الحته، يعني بعد ما كان الخطف كده بتربتين. طب جايبين عربيه ليه طيب؟ وبعدين مين بيغتصب حد في المدافن؟ ايه الفكره؟ ده حتى الاجواء ما تساعدش على الاغتصاب. بيوصل احمد وبيقوم بدور الشحات مبروك اللي بيعمل نفس الدور بس في التصوير. اخوات بقى يا سيدي. بيضرب احمد شلوت في الهوا كده، فالراجل بيتضايق جدا، هو احنا مش قد المقام يعني؟ ما تضرب كويس يا عم. فبيروح خبطه على راسه مرقاده. بتيجي الاسعاف، وطبعا اي شخص طبيعي متوقع ان هي هتاخد احمد. فجاه بنلاقيه بيركب في البوكس. اتضح ان البنت دخلت في غيبوبه وبيتهم احمد ان هو اللي عمل كده، وده عشان الترابيش اللي في ايدك دي من مين؟ منها هي طبعا لما حاولت تدافع عن نفسها. يا ريس ما هو كان بيتخانق، طبيعي يتخربش، يعني ايه الدليل في كده؟ بنت في غيبوبه يا متعلم يا حيوان. دي شتيمه دي ولا وصف ولا في ايه؟ بيجي واحد لمصطفى اللوكيشن وبيقول له لازم دلوقتي تروحوا حالا. اكيد في حاجه. طب ثانيه واحده بقى يا جدعان، يعني هو المفروض جاي لكم البيت وانتوا رايحين البيت، هو جري كده وانتوا جريتوا كده، ازاي بقى؟ ازاي بقى؟ انا عايز حضرتك تقنعني ازاي. بيروح مصطفى لاحمد وبيقعدوا مع المحامي. للاسف يا استاذ مصطفى كل الادله ضدك. ده ايده متخربشه يا راجل، دي فيها اعدام، دي اقل حاجه. بيطلعوا على المستشفى وبيسالوا الدكتور البنت هتفوق امتى؟ الله اعلم، ممكن شهر، ممكن شهرين، ممكن سنه. بص على ما يعدموا اخوك بالظبط هتفوق. بيتحبس احمد وبيعدي شهرين على حبسه والبنت لسه ما فاقتش، وبنتفاجئ كلنا ان الشحات مبروك مضرب عن الاكل لحد ما اخوه يطلع. انا لا هاكل ولا هيهدالي بال الا لما اشوف اخويا قدامي. طب الشهرين دول انت عايش ازاي؟ يعني على البناء الضوئي مثلا ولا ايه؟ فين المنطق يا اخوانا؟ بيتخانق سيد في الحجز وبيقرر المعلم عباس ان هو يمده على رجليه، فبيتدخل احمد للدفاع عنه. ده ايه المجرمين النص كم دول؟ هو ده خطه، مش ممكن هيسكتوا لك على اللي انت عملته في المعلم بتاعهم. يا عم هو عمل له حاجه اصلا؟ ده زقه. بيروح مصطفى زياره لاحمد وسيد بيبقى واقف جنبه وبيحذره. كلم مدير السجن عشان ينقذ احمد من هنا، احمد خطر. بتفوق هدى وانا متفاهم انها ممكن تكون تعبانه، بس ليه في كدمات على وشها؟ يعني 4 شهور بكدماتها من ساعه الخناقه كتير الصراحه. كانوا 3 رجاله. بيتبسط مصطفى عشان اخيرا هيثبت براءه اخوه. واضح انها فاقت من الغيبوبه لثواني ورجعت لها تاني. لا دي كده بتهزر يا ريس، واضحه جدا. المهم وهو خارج من المستشفى بيلاقي احمد داخل بعد ما عباس ورجالته ضربوه. قتلوني يا مصطفى، قتلوني. ما انت بتتكلم اهو يا عم، قتلوك ازاي؟ وبعدين ثانيه، هو سيد جاي معاك المستشفى ليه؟ مخرجينه من السجن يتمشى؟ بيموت احمد عشان ما كانش عايز يخرج من السجن، عجبته القعده مع سيد تقريبا.
ده ايه الانفعالات الصامته دي يا فنان؟ فن سريالي ده ولا تجريدي ولا ايه؟ بيروح مصطفى يسال سيد مين عمل كده، فبيقول له بلاش انت مش قد الناس دي. فوهو مروح كده بيقرر يخش السجن بنفسه، فبالصدفه بيلاقي 2 مثبتين سواق تاكسي، فبيقرر يضربهم ويخش السجن. انت استبعدت الاثنين في عامه قديمه، واحد كسر العمود الفقري والتاني خلع بالفك. حصل خير يا بيه، مفيش مشكله. بالفعل بيخش مصطفى السجن وبيبقى معدي بيلاقي واحد معاه سيجاره، فبياخدها منه، فبيوقفوا اللي بعده وبيحاول ياخد منه السيجاره، فبيدور فيهم مصطفى الضرب. ولكن هيهات الشاويش بيحسب تسلل على مصطفى. بالرجوع للفار بيقرروا ان مصطفى غلطان وبيجلدوه. يعني انا عايز افهم بقى ده كان في انهي عصر ده؟ وبعدين ليه تحس الشاويش مكسل يجلده او بيجلده من غير نفس كده تقضيه واجب؟ بيروح مصطفى لسيد وسيد بيحكي له على اللي حصل وبيقول له محسن عباس هو اللي قتل احمد وهو ورجالته مشمش وسحلوله. يعني احمد اخويا دفع حياته تمن علبه سجاير؟ يا ريس عادي، ما هو كان هيتعدم في خربوش، يعني ما فرقتش كتير. بيزنق مصطفى مشمش وهو خارج من الحمام وبيقول له انت ازاي تخرج من غير ما تشد السيفون؟ عاجبك الريحه دي؟ تعالى بقى. بيرجعوا الحجز ومحسن عباس بيسأل مصطفى انت مين اللي قالك على حوار الواد اللي مات؟ فبيقول له العصفوره هي اللي قالت لي. لا بجد هو قال له كده، مش اف مني ولا حاجه. طب خلي بالك من نفسك وما تسمعش كلام العصفوره. بيزنقوا سيد بعدها وبيشغلوا المنشار الكهربائي عشان يعملوا منه ملتين، ولكن بيخش مصطفى يبوظ لهم الشغلانه وبيضرب محسن وسحلوله، ولكن الشاويش بيرفع الرايه مره تانيه وبيحولهم للانفرادي. بيخرجوا بعدها وبيموت سحلوله في ظروف غامضه، ومحسن بيتهم سيد ومصطفى اللي بيقولوا انهم انا وهو كنا في الحمام مع بعض. ده ايه العذر البايخ ده؟ على كل حال التقرير اللي قدامي اثبت ان سحلوله اتكعبل وهو بيجري، وده سبب وفاة. يعني تخيل معاه سبب الوفاة انه اتكعبل وهو بيجري. ده لو بيجري في ماراثون يا ريس والكعبل اخره هيتخرشم مش هيموت. بتفوق البنت وبتظهر براءة احمد والبنت بتموت بعدها، يعني هي فات عشان تبرئه بس، ده التارجت بتاعها. بيتمشى مصطفى في السجن زي اي مسجون، ولكن بيهجم عليه محسن وبيحاول يتخلص منه، بس مصطفى بيضربه وهوب سيد بيخش يديله مفك في كليته يخلص عليه. يعني مصطفى ما قتلش حد من الثلاثه؟ لا يا سعاده البيه، انا اعترفت عشان خلاص ضميره قدام ربنا. ده انت شهم قوي يا سيد، طب ما كنت اعترفت عليهم في التحقيق من الاول خالص واتعدموا وخلصنا. بيخرج مصطفى من السجن وبيلاقوا ان الفيلم كده هيخلص بسرعه، فبيقرر ينتقم من الثلاثه اللي ضربوا البنت ودخلوا اخوه السجن في الاول خالص. المهم بيروح النيابه وبيعرف ان العربيه اللي معاهم كانت مسروقه، وبيطلع على صاحب العربيه وبيدوروا على اي دليل فيها، وبالفعل بيلاقوا كارت في العربيه. حامل هذا الكارت علي فاروق خليفه، ارجو اتخاذ اللازم نحوه للعمل في مصنعكم. محمود حيدر المحامي. كان ناقص يكتبوا عنوانه يا راجل. بيروح لمحمود حيدر المحامي اللي بيديله عنوان الواد اللي في الكارت. بيتصل بعدها حيدر بعزت صاحب الواد اللي واضح ان هو كان شريكه في الجريمه ويحكي له على اللي صاحبه عمله. بيطلع مصطفى على العنوان ولكن ما بيلاقيهوش في البيت، فبياخد عنوان شغله. يا دوب الواد رجع على البيت فبيلاقي عزت جاي له بالعربيه، وبما ان الواد ما رجعش على البيت فالشحات مبروك بيروح يستناه عند الشغل، لكن وهو خارج بيتلم عليه ناس وبياخدوه معاهم. بيمشي وراه مصطفى وبيجي له واحد صاحبه من لا مكان كده، بس هو تحسه شبيه الفنان محمد فؤاد مثلا. اوعدني لا نبكي ونتألم ولا نعرف حيرة ولا فراق، اوعدني اللي انا وانت نعلم حكايتنا لكل العشاق. المهم يا سيدي بيروح وراهم وبيخرج عليهم المجرمين. بيكون مجرم فيهم كده كسر زيرو لسه بكرتونته اهو وعليه ضمان كمان، ولكن مصطفى بيقول له انا ماليش في المستعمل وبيرجعه مكانه. باقي المجرمين بيستعرضوا مهارتهم في الباليه المائي، وصاحب مصطفى بيخلع عشان ينزل يعوم معاهم، وبيهجم 2 على مصطفى. بيقضي على اول واحد بضرب تصادم المؤخرات وبيعبيهم في الكرتونه مع صاحبهم. بياخده وبيطلع على الاسم ولكن بيبلع حبايه وبيموت. ده انت غتت يا جدع، طب ما تعترف وبعدين تبلعها، هو اي رخامه وخلاص. بيروح عزت وشوقي للمحامي وبيطلبوا منه عنوان مصطفى وبيقتلوه ويمشوا يروحوا المنطقه عند مصطفى. طلعوا وراه على مكان التصوير وبيهاجموه وهو مروح وبيخطفوهم. طبعا بعدها مشهد المكاشفه الشهير والمجرمين بيعترفوا بكل حاجه كعاده كل المجرمين في كل الافلام المصريه، لازم يحكي لك ايه اللي هو عمله كله على اساس ان انت غبي يعني مش شايف الفيلم. وبعد ما بيخلصوا فقره الصراحه راحه بيقولوا له هتشوف بقى هنعمل ايه في مراتك. فبيتصورج مصطفى وبيضربهم مع انه كان مربوط بسلسله، لكن ما نعرفش بقى ومفيش حد يعرف هي راحت فين. وفي النهايه بيضرب عزت وبياخده على كتفه ويمشي.
طبعا انت اكيد دلوقتي بتسال شايله رايح بيه على فين؟ سهله قوي دي، اكيد رايح يحطه في الكرتونه مع اصحابه. الحقيقه الفيلم فيه كميه مشاكل مش طبيعيه، يعني الشحات مبروك بيفكرني بميم كده اللي هو بتاع ادار مشاكل، مش عارف انتوا عارفينه ولا لا. ماشي طول الفيلم كل ما يخلص من مشكله يدور لنفسه على واحده تانية، عايز يفوق البت عشان يثبت براءه اخوه. البت يا دوب قالت له ان اخوه بريء، راح اخوه مات، دخل السجن عشان يجيب حق اخوه، قتلوا العيال كلهم. خلاص بقى يعني ريح لك شويه. لا انا هشوف بقى العيال اللي عملوا كده من الاول ودخلونا في المشاكل دي كلها. يعني الواحد ما بقاش عارف يركز من كتر المشاكل، كل شويه حوار كل شويه حوار. يعني خلاص اخوانا، الفيلم جه معاكم قصير طلعوه قصير وخلاص، كنتوا عملتوه فيلم قصير يا سيدي. يعني حتى بالاحداث دي كلها الفيلم ده كله ممكن يتلخص في ربع ساعه. ولكن كالعاده كل احترامنا لطاقم العمل وطاقم التمثيل وطاقم التصوير وطاقم الاخراج وكل الاطقم اللي اشتركت في هذا العمل. فما تنساش قبل ما تخرج تعمل لنا لايك وشير وسبسكرايب على اليوتيوب، وتستنانا في الحلقات اللي جايه. سلام.